خلصنا الجزء الثالث من ارك انبعاث الالف لما زورا ساعد اينا. هو كانت لسه كل الفرق في الايام دي بتتدرب عشان معركة سبيد وميجاكولا. جري لانها خجولة حاولت تخلي اصحابها يساعدوها في التخلص من خجلها. اما بقى في مقر فرقة الوردة الزرقاء، شارلوت كانت بتتدرب مع اعضاء فرقتها وكلهم قالوا لها انتي اقوى مننا بكتير وكده احنا مش هنزداد قوة. ايه رايك لو عملنا تدريب مشترك بيننا وبين الثيران السوداء؟ ممكن التدريب ده يزود قوتنا. فشارلوت قالت لهم في اجتماع قادة النهارده هبقى اعرض الموضوع ده على يامي. وفعلا اتعمل الاجتماع ويوليوس قرر فيه انه عشان يسلي سكان مملكة كلوفر ويطمنهم هيعمل معركة بين القادة يامي وجاك ونوزيل وكايزر قائد الاوركا البنفسجية الاربعة في فريق مع بعض ضد ويليام وفجوليون وشارلوت ودوروسي. اما ريل فمش هيشارك في المعركة، وكل فريق من الفريقين هيحمي بلورته وهيحاول يكسر بلورة الفريق التاني. وبدأت المعركة، ويليام هجم فنوزيل صده ودخل جاك يهجم بعده ويامي وقف فشارلوت مسكته وحمت بلورة فريقها والارض كانت بتتكسر من الهجمات. وافترق القادة عن بعض. نوزيل وكايزر راحوا يقاتلوا فجوليون. نوزيل حبس فجوليون في سجن من الفضة وحاول فجوليون يخرج منه. اما يامي وجاك فوقفوا قصاد شارلوت وويليام. استخبى ويليام وشارلوت وسط الاشجار، فجاك ويامي قطعوها كلها، بس ويليام استدرجهم لحد ما طلعت دوروسي سجنت يامي في عالم الاحلام. هو كان لسه فجوليون بيحاول يخرج من سجن الفضة بتاع نوزيل، رفع المنى بتاعته وقدر يخرج بنار السلمندر وراح ضرب كايزر ووقعه. وويليام وشارلوت هم كمان وقعوا جاك وانضموا لفجوليون، وبقى نوزيل لوحده بيتصدى لهجماتهم. وشويه وقام كايزر يساعده، وجاك قام هو كمان قطع كرة نار كبيرة فجوليون هجم بيها. واشترك جاك ونوزيل وكايزر في هجوم مركب. ويليام وشارلوت وفجوليون صدوه. هو المعركة كانت هتكمل، بس يامي وهو جوه عالم الأحلام كان بيحاول يخرج. هو هجم هجوم قاطع خرج بيه ومن غير ما يقصد هجومه كسر البلورتين وانتهى القتال بالتعادل. ويوليوس بعدها شكرهم كلهم على المعركة اللي خدوها. وتاني يوم كان عدى سنة على التحاق أستا بالثيران السوداء، وجه ميعاد اختبار الالتحاق بفرسان السحر للسنة الجديدة. وراح أستا ونويل مع يامي عشان يتفرجوا على الاختبار. دخل قادة الفرق وقعدوا وبدأ الاختبار، ومع غروب الشمس انتهى من غير ما يامي يضم أي ساحر جديد للثيران السوداء. وبالليل في مقر الفجر الذهبي ويليام جه ليونو وقال له خد دي القلادة بتاعتك اللي اتاخدت منك وقت قتال الالف، انا خدتها من جلدر لانه سرقها. فيونو خدها. وبعد كام يوم يوليوس عمل اجتماع للقادة وقال لهم الفترة الجاية مملكتنا هتتدرب مع سحرة مملكة هارت، عايزكم ترشحوا سحرة من فرقكم للتدريب ده. فيامي رشح استا وسيكري ونويل ولاك وفينرال، وويليام رشح ميموزا، وفجوليون رشح ليوبولد. اما شارلوت وريل فقرروا انهم يروحوا التدريب ده بنفسهم. وباقي القادة قرروا ان محدش يشارك من عندهم. وبعد الاجتماع ما خلص يوليوس قال للقادة يلا عشان دلوقتي هنحضر حفل الأوسمة اللي بنسلم فيه السحرة اللي جمعوا أكبر عدد من النجوم أوسمة وبيترقوا على كل اللي عملوه خلال السنة اللي فاتت. وبالفعل حضروا واتكرمت سولو وبعدها ميموزا وبعدهم ليوبولد، وفي الآخر اتكرم يونو واترقى لساحر أعلى من الفئة الأولى اللي هي نفس رتبة لانجرس نائب قائد الفجر الذهبي. وكان مفروض أستا هو كمان يتكرم، لكن بسبب موضوع الشيطان اتأجل تكريمه. وقبل الحفل ما يخلص الملك قام وقال أثناء معركة الإلف في شخص أنقذني ويستحق التكريم. الشخص ده هو سيكي، أنا هرقيه زي يونو. فالكل استغربوا وسيكي ألف دماغه وأنا ما كانش قصدي أنقذه ساعتها، أنا كنت هناك بالصدفة وهو وقع عليا، بس كويس إني اترقيت. وشوية والحفل خلص ورجع يعمل المقر. هو قال لأستا وسيكري ونويل ولاك وفينرا لأنهم هيروحوا تدريب مملكة هارت. فماجنا جاله وقال له أرجوك خلينا أروح معاهم، أنا عايز أخوض التدريب ده. فيامي وافق وقال له هبقى أبلغ يوليوس بده. في نفس الوقت في مقر الفجر الذهبي بدأوا سحرة الفرقة يتكلموا عن إن يونو بعد ما اترقى ممكن يحل محل لانجرس ويبقى نائب قائد الفجر الذهبي. ولانجرس اتضايق لما سمع الكلام ده، وتاني يوم راح ليونو وقال له تعالى قاتلني، اللي هيخسر مننا القتال ده هيسيب الفرقة كلها ويمشي. فيونو وافق على رغبته والفرقة كلها وافت تتفرج. بدأ القتال وهجم لانجرس بسحره المكاني. فيونو تفادى وهجم بسيوف من الرياح، وهجومه ده أصاب لانجرس وقال له انت متساهل معايا، قاتل بجدية. فلانجرس قاتل بجدية واستخدم تعويذة لحق بيها يونو. فضل يونو يتفاداها وهجم على لانجرس، لكن لانجرس ما توقفش وكمل ملاحقته ليونو وافتكر انه انتصر، بس ما كانش يعرف ان اللي بيلاحقها دي نسخة من يونو. وجه يونو بجسده الحقيقي من وراه وقال له انت كده خسرت. ساعتها اعترف لانجرس بهزيمته، ومع غروب الشمس قال لويليام انا هسيب الفرقة لفترة. فويليام قال له انا عارف انك كنت عايز تسيب الفرقة من الاول، عشان كده ما قاتلتش يونو بجدية، انت كنت عايز تخسر عموما
عموما انا هستناك ترجع تاني. فلانجرس مشي، وبعد كام يوم جهز استا هو واللي هيروحوا يتدربوا معاه في مملكة هارت. هو خدوا معاهم ماجنا وكمان تشارمي، ولما وصلوا استقبلهم جاجا. هو وداهم للملكة لوروبيتشكا وروح الماء اونديني. هو جاجا قال لهم انا واربعة سحرة كمان هنا بيسمونا حراس الارواح، وانتوا هتتدربوا معانا. هو هعرفكم على الاربعة. الاولى اسمها ساردا وبتحرس ارواح الارض، والتاني اسمه بوتروف وبيحرس ارواح النباتات، والتالت اسمه فلوجا وده حارس ارواح النار، والرابع اسمه سوموريك وده حارس ارواح الرياح. ودلوقتي هتتقسموا عشان تتدربوا مع حراس الارواح. وبالفعل اتقسموا. استا ولاكو وماجنا بدأوا تدريبهم مع جاجا، وشارلوت وميموزا بدأوا مع ساردا، وفينرال كان بيتدرب مع سوموريك، وليوبولد بيتدرب مع فلوجا، وريل وتشارمي مع بوتروف. اما نويل وسيكري فكانوا هيتدربوا تحت قيادة لوروبيتشكا واونديني. والاتنين قالوا لهم على فكرة ميجيكولا الشيطان ساكن جسد واحدة اسمها فانيكا، احنا قتلناهم قبل كده بس معرفناش نهزمهم، فبنعول على قواكم ويلا نبدأ تدريب. وبدأ كل حراس الارواح يعلموا استا واصحابه استخدام كلمات المانا السحرية للهجوم بيها. ومع غروب الشمس شارلوت وميموزا دخلوا في قتال تدريبي مع ساردا. واستا هو كمان كان بيقاتل جاجا، حاول يصيبه كذا مرة لكن معرفش، وفضل مع الايام يحاول يصيبه في قتالاتهم وبرضه معرفش. فجاجا قال له عايزك تحس بالطاقة المضادة للسحر بعد ما تاخدها من سيفك. فاستا عمل كده، خد الطاقة المضادة للسحر من سيفه وحس بيها وقدر يخرجها ويصيب جاجا. واتطور استا في القتال، ومش هو بس اللي كان بيتطور، اصحابه كمان كانوا بيتطوروا في تدريباتهم. ولما كان استا بيتدرب في مملكة هارت، يامي راح عند بركان تيم عشان يتدرب. قابل ميريوليونا هناك وقال لها قاتليني، فميريوليونا وافقت وبدأت تهجم عليه بهجمات نارية، ويامي قعد يتصدى. ولما هجمت بكرة نار يامي قطعها، فكملت ميريوليونا هجوم وكمل يامي تصدي لحد ما ميريوليونا اطلقت هجمة نارية قوية. يامي تخطى حدوده وامتصها، وبعد كده رد بهجوم قاطع وتوقف وقال لميريوليونا كفاية كده، هنبقى نتدرب تاني مع بعض. ومشي يامي وسابها. في الوقت ده مملكة سبيد كانوا بيتوسعوا جدا بعد هجومهم على مملكة دايموند. وواحد من المعارضين لمملكة سبيد كان اسمه رالف، جمع مجموعة من المعارضين زيه. هو حاولوا يهربوا لكن ما عرفوش يهربوا كلهم. سحرة سبيد وقعوا معظمهم، وقدر رالف يهرب لوحده. رجوعا بقى لتدريب استا، بدأ استا يحكي لجاجا كل حاجة عنه. وبعد كده اتدربوا مع بعض تدريب قتالي تاني. استا كان بيتطور جدا لدرجة انه بقى بيتحكم في سيفه الاول عن بعد، وكمان بيزود حجمه. هو بعد فترة من التدريبات لوروبيتشكا جمعت الكل وقالت لهم في سحرة من مملكة سبيد اتحركوا عشان يهجموا على مملكة كلوفر ومملكة هارت. هم جايين في حصن متنقل، الحصن ده بيحركوه بالمانا بتاعت ناس هم خاطفينهم. فاستا لما سمع الكلام ده انطلق لوحده عشان يروح للحصن المتنقل بتاع سبيد. وصل بالليل، رمى سيفه ودخل، وكان لابس رداء جديد. لما ساحر من سبيد حاول يوقفه، استا ضربه وخرجه بره الحصن، وضرب ساحرين كمان وقال للناس المخطوفين هناك ما تخافوش انا هحميكوا. فنزل على استا سحرة كمان، فاستمر في ضربهم وطلع لفوق. في 3 هجموا عليه فرد عليهم الهجوم. هو بقى بيوقعهم بسيوفه بسهولة لحد ما اصطدم بأقوى ساحر في الحصن. الساحر سم جسد استا، بس استا بواحد من سيوفه سحب السم من جسده وراح ضرب الساحر وقضى عليه. هو وصل عنده بعد كده نويل وفنرال وميموزا وساعدوا المخطوفين مع استا. وواحدة من المخطوفين قالت لهم البلدة بتاعتنا فيها قاعدة لسحرة سبيد ومش هنعرف نرجعها، احنا كده ما بقاش لينا اي مأوى. فنويل قالت لهم ما تخافوش، لاك وليوبولد راحوا للقاعدة دي وزمانهم بيقضوا على كل اللي فيها. وبالفعل لاك وليوبولد كانوا هناك. دخل لاك بسرعة البرق هجم، وساعدوا ليوبولد بهجمات النار وسيطروا على القاعدة. ساعتها استا قال للمخطوفين خلاص هترجعوا بلدتكم تاني. فالبنت المخطوفة قالت لهم خلوا بالكم مملكة سبيد بيحكمها 3 اسمهم ثالوث الظلام، قوتهم زي قوة الشياطين وهيبقوا خطر عليكم جدا. وفعلا في الوقت ده ثالوث الظلام كانوا في مملكة سبيد بيخططوا. ال3 اخوات واسمائهم زينون ودانتي وفانيكا. في نفس الوقت ده رجع استا واللي معاه للوروبيتشكا، ولوروبيتشكا شكرتهم بعد اللي عملوه. وقالت لهم ان تشارمي لانها بتحب الاكل قاعدة في الغابة بتاكل ومحدش عارف يوقفها. فاستا لانه بقى بيتحكم في سيفه طار بيه وراح عندها، لا وزنها زاد من الاكل، فتعاون هو وريل وبوتروف ووقفوها. ولما كان ده بيحصل رالف الساحر اللي هرب من مملكة سبيد وصل مملكة كلوفر بالتحديد قرية هاجي. ساعتها ليلي شافته وعالجته وقال لها انه عايز يونو، فليلي بعتت ليونو. هو يونو في الايام دي بقى نائب قائد الفجر الذهبي، وراح لليلي وقابل رالف. ورالف قال له انا اعرفك ركز معايا، اللي كان بيحكم مملكة سبيد قبل ثالوث الظلام كانوا عيلة اسمهم عيلة جريمبريال، انت واحد من العيلة دي وتبقى امير مملكة
سبيد لأنك ابن الملك. زمان لما عائلة جريمبريال كانوا بيحكموا مملكة سبيد، الملك ومراته اللي هي أمك خلفوه وسموك يونو، والملك ساب معاك القلادة اللي لسه معاك لحد دلوقتي دي. والحياة كانت هادئة في مملكة سبيد. أنا وأبويا كنا من السحرة اللي بيحرسوا الملك، وثالوث الظلام كانوا بيخدموا الملك برضه لحد ما جه يوم انقلبوا عليه، قتلوا أمك وأبوك الملك وقتلوا سحرة كتير وسيطروا على المملكة. ساعتها أبويا خدك وهو مصاب وهرب بيك وسابك عند الكنيسة هنا في مملكة كلوفر، ومات بعدها بسبب 2 سحرة هجموا عليه، وهي دي قصتك. فيونو ما كانش مصدق، بس وهو بيسمع جاله إخبارية إن زينون مع 2 سحرة كمان اسمائهم جادروا وفويل اقتحموا مقر الفجر الذهبي. فيونو انطلق بسرعة عشان يروح لهم، وجادروا لأنه بيستخدم سحر الحجارة بدأ يضرب في كل أعضاء الفجر الذهبي ويصيبهم. وراح زينون عند ويليام، ولأن زينون بيسكن جسده شيطان زي فانيكا هجم هجوم قوي بعظام وأصاب واحد من سحرة الفجر الذهبي، فويليام بدأ يتصدى له. هو وصل في الوقت ده يونو لما لقى أصحابه واقعين اتضايق واندمج مع بيل روح الرياح، ودخل هجم على جادروا وبدأ يبعد صحابه المصابين. فجادروا رد الهجوم بالحجارة بس ما قدرش يصمد كتير قدام يونو، ونزل يونو عليه بهجمة قسموا بيها نصين. وراح بعد كده يشوف كلاوس فين. وقتها كلاوس كان بيتهاجم من فويل الساحر التاني اللي مع زانون. فويل عمل نسخ لنفسه وملأ المكان بالضباب وهجم على كلاوس وأصابه وكان هيقتله، بس يونو وصل ووقفه ودخلت لتوال ساعدت يونو وحطت فويل في مجالها. فكلاوس بالفولاذ أصاب فويل وهزمه، ووقفوا التلاتة مع بعض. وهم واقفين فجأة لقوا السقف بيقع، وويليام مقيد بسحر العظام بتاع زانون. وأول ما زانون شافهم هجم وأصاب كلاوس وليتوال، فيونو انقض عليه. ساعتها زانون رفع قوة شيطانه وأصاب يونو هو كمان، ووقع كل سحرة الفجر الذهبي. ومع غروب الشمس رالف جه مقر الفجر الذهبي، لقى زانون مشي ولقى مصابين وأموات كتير، بس تعويذة ويليام شجرة مستلتين العظيمة عالجت المصابين اللي كان منهم يونو. وقام يونو شاف نص فرقته ميتين فصرخ، واتضايق يونو أكتر لما عرف إن زانون خد ويليام معاه. هو مش بس زانون هو اللي هجم لوحده، ده فانيكا ودانتي كانوا بيجهزوا للهجوم. فانيكا راحت مملكة هارتا عند لوروبيتشكا، ودانتي راح يدور على يامي في مقر الثيران السوداء، وده لأنه كان عايز ياخده زي ما زانون خد ويليام. بس يامي ما كانش هناك لأنه كان في اجتماع قادة، وبالصدفة أستا كان في المقر بيسلم على أصحابه. فلما دانتي هجم هنري اتحكم في المقر وهجم عليه، وخرج صحاب أستا يهجموا. فانيسا بدأت تغير الحدث بقطتها، وراح أستا لدانتي وهجم عليه بهجمات قاطعة. بس دانتي كان بيتحكم في الأشياء المحيطة بسحر الجاذبية وبيبعد أستا كل شوية، فاستعان أستا بالطاقة المضادة للسحر وحاول يصيب دانتي وبرضه معرفش. هو جوشي ساعده وعمل نسخ من أستا، وراح أستا بكذا هجمة، فاستعان دانتي بقوة الشيطان اللي بيسكنه وتصدى للهجوم ووقع أستا. وأستا قال له أنت شرير، فدانتي قال له الشر صفة بشرية وهوريك دلوقتي إنك ممكن تبقى شرير زيي. في الأول قضى دانتي على قطة فانيسا المغيرة للأحداث، وجاب فانيسا وجوشي وجري عنده بسحره، وأصاب جوشي إصابة خطيرة. فأستا غضب جدا وطاقته الشيطانية زادت وقام يهجم هجوم قوي. ولما دانتي هجم بالحجارة عليه، أستا قعد يكسر الحجارة ويحاول يوصل لدانتي. فدانتي اتكلم مع الشيطان اللي بيسكنه واللي اسمه لوسيفر، وقال له ما تعرفش مين الشيطان اللي دخل أستا ده؟ فلوسيفر قال له لا معرفش، بس شكله شيطان من رتبة متدنية. واستمر أستا في هجماته لحد ما قدر يصيب دانتي في وجهه. فدانتي غضب وبدأ يتبادل الضربات مع أستا. وجري وقتها كانت بتحاول تعالج جوشي، ورجعت للماضي وافتكرت انها زمان كانت منبوذة من امها واخواتها لانها مش شبههم. فلما كبرت شوية قدرت تستخدم سحر التحول وتحولت لشكل اخواتها، بس اخواتها طردوها من البيت وطلع عليها قطاع طرق، واللي انقذها منهم هو جوشي. هو كان سبب في انضمامها للثيران السوداء، ورجعت جري بعد كده للحاضر وعالجت جوشي. بس لقت أستا وقع ودانتي كان هيهجم عليهم كلهم، لكن وصل يامي في الوقت ده وقفه. ولما دانتي استخدم سحر الجاذبية ووقع يامي وفنرال، يامي استخدم تعويذة اسمها القمر الأسود امتص بيها سحر دانتي. وفضل دانتي يتحرك كتير حوالين يامي لحد ما يامي حوط نفسه بمنطقة مانا وقدر يصيبه. وسأله هو انت عايز مني ايه؟ فدانتي شاف جسده وقال له احنا عايزين نفتح عالم الشياطين على عالم البشر. القناة اللي بتربط عالم الشياطين بعالم البشر اسمها شجرة كيلفوت، وعشان نصنع الشجرة دي لازم يبقى معانا مستخدم لسحر الظلام ومستخدم لسحر الأشجار، وده سبب احتياجنا ليك انت وويليام. فيامي قال له انا مش هسمح لك تعمل كده، وجهز يامي عشان يكمل قتال. في نفس الوقت ده في مملكة هارت دخلت فانيكا ومعاها سحرة مدياهم من قوتها الشيطانية. واحد من السحرة دول اسمه سفينكن قاتل سوموريك ووقعه، فجه لك يتصدى له وانطلق بسرعة البرق وضربه، فسفينكن ضربه وبعده.
وكل ما كان لاك بيهجم سفينكن كان بيضربه، وفي واحدة من الهجمات سفينكن أصاب رجل لاك وبعدها أطلق عليه قذائف سحرية، بس لاك مع القتال كان بيزداد سرعة وفجأة دخل زي الرمح في جسد سفينكن اخترقه وقتله. بس الساحرة اللي مع فانيكا ما خلصوش، لأن ساحرة اسمها هالبت هجمت على بوتروف ووقعته، فجت تشارمي وقفت قصادها. هالبت هجومها أساسه شعرها، فهجمت وتشارمي استخدمت القطن وهجمت بخروفها، لكنها اتصابت من شعر هالبت وهالبت مسكتها، فزودت تشارمي المنى بتاعتها وخرجت ذئب هجم على هالبت واكل شعرها، وتشارمي بعد كده راحت ضربتها وهزمتها بسهوله. في منطقه تانية بقى من مملكه هارت خسر فلوجا قصاد ساحر من السحرة اللي مع فانيكا اسمه سيفوار، فجه ليوبولد يتصدى له. سيفوار كان بيراقب ليوبولد بعيونه وبيصيبه من بعيد، وليوبولد ما كانش عارف مكانه، ففضل يتصاب لحد ما عمل دائره سحريه كبيره قدر بيها يعرف مكان سيفوار، وراح هجم عليه بالنار وهزمه. ووقع كل السحرة اللي مع فانيكا، فدخلت فانيكا عند لوروبيتشكا ونويل وميموزا واونديني، وكان معاها ساحر بيستخدم لسانه في الهجوم، وقالت لهم كل السحرة اللي كانوا معايا واتهزموا انا رجعتهم للحياة وشافتهم وهيقوموا يقاتلوا تاني. وبالفعل كل السحرة اللي اتهزموا قاموا تاني، فلوروبيتشكا واللي معاها جهزوا لقتال فانيكا. الساحر اللي مع فانيكا هجم ومسك ميموزا بلسانه، فميموزا شلت حركته بنباتاتها، وهجمت نويل على فانيكا بزئير تنين البحر، ففانيكا خرجت وحش احمر صد الهجوم، واضطرت لوروبيتشكا تتدخل. استخدمت تعويذه مائيه كبيره خدت فانيكا وخرجتها بره المكان، قللت قوه فانيكا وزودت قوه نويل، وراحت نويل اصابت فانيكا رغم اصابتها، الا ان فانيكا زودت قوه ميجيكولا الشيطان اللي جواها وبدات تلاحق نويل، فنويل تصدت ليها وقالت لها انت قتلتي امي زمان بقوه ميجيكولا اللي جواكي، وانا مش هسيبك تقتلي لوروبيتشكا بلعنتك زي ما قتلتي امي. واستمرت نويل في قتال فانيكا، وقعدت فانيكا ترفع في قوه ميجيكولا اللي بتستخدمها، وده كان بيخليها تفقد كتير من دمها اثناء القتال. ودي الخطه اللي كانت لوروبيتشكا رسماها تخلي فانيكا تفقد دمها وتدخل سيكري تختمها، وبالفعل دخلت سيكري اثناء القتال استخدمت تعويذه ختم على فانيكا، بس فانيكا ما اتختمتش وزودت قوه الشيطان. ساعتها خرج ميجيكولا وسيطر على نصف جسد فانيكا وهجم ووقع اونديني ونويل وسيكري. وقتها ميموزا كانت لسه بتقاتل الساحر اللي جه مع فانيكا، وقعدت تتصدى لهجمات لسانه ومحدش بقى عارف يقف قصاد فانيكا وميجيكولا. قامت نويل تهاجم تاني واصابتهم وحاولت بزئير تنين البحر، لكن فانيكا وقعتها بالوحش الاحمر، وخدت بعد كده لوروبيتشكا وجهزت عشان تمشي بيها، وقبل ما تمشي فجرت كل السحرة اللي جم معاها ومشيت بلوروبيتشكا وسابتهم. على الجانب الاخر كان لسه يامي بيقاتل دانتي، ودانتي زود القوة اللي بياخدها من شيطانه لوسيفر وبقت 80% في جسده. وقال لي يامي احنا عايزين نفتح عالم البشر على عالم الشياطين عشان نقدر ناخد 100% من قوة الشياطين بتوعنا. هو استخدم دانتي تعويذة اسمها تفرد الجاذبية، يامي تفاداها بصعوبة ودمرت جبل وراه. هو فضل دانتي يلحقه بهجمات ونزل عليه صخرة كبيرة أصابه بيها، بس يامي قدر يخرج منها وهجم هجمة قاطعة دمر بيها جسد دانتي، فدانتي جدد جسده وزود حجمه، ويامي دمر جسده تاني وبرضه دانتي اتجدد. هو أصاب يامي، ساعتها يامي تجاوز حدوده وتصدى لهجمات دانتي الكتيرة، وقال لأستا أنا مش هقدر أهزمه لوحدي، قوم قاتل معايا. فأستا قام، هو هجم هو ويامي مع بعض، بس دانتي استمر في الهجوم عليهم بالصخور، وقعد يامي يبعد أستا ويحميه من هجمات دانتي، فحس أستا إنه عائق بالنسبة ليامي. وفجأة دخل جوه عقله وكلم الشيطان اللي جواه وقال له أنا عايز قوتك. فالشيطان قال له هديك قوتي في مقابل إني هاخد جزء من جسدك، الجزء ده هيبقى دراعك مش هيرجع بشري تاني، واحذر لأن قوتي مش هتستمر معاك غير 50 ثانية بس. فأستا وافق، خد قوة الشيطان ورجع هجم وأصاب دانتي، وفضل دانتي يتجدد، فيامي راح يساعد أستا ودخلوا الاتنين في صخور دانتي وبدأوا يقاتلوا مع بعض. القتال بقى سريع جدا، حاولوا يصيبوا دانتي ومعرفوش، ويامي قال في دماغه لازم أستا يصيب دانتي إصابة قوية بالطاقة المضادة للسحر، ساعتها دانتي مش هيقدر يتجدد. هو كمل يامي هجوم وكان فاضل 8 ثواني وال50 ثانية بتوع قوة شيطان أستا يخلصوا. هو دخل أستا بسيوفه عشان يصيب دانتي، بس دانتي بعد السيوف عنه وكان هيقتله، فيامي اتدخل أصاب دانتي وحمى أستا. ولما بقى فاضل 3 ثواني وقوة الشيطان تنتهي، يامي ادى سيفه لأستا، فحط أستا فيه الطاقة المضادة للسحر وضرب دانتي بيها الضربة القاضية. دانتي بعدها ما قدرش يتجدد ولا قدر يقوم، وانتهت المعركة. واصحاب أستا جم يحتفلوا معاه، وراح يامي يقيد دانتي، بس فجأة وصل زينون عند يامي يقيده بالعظام بتاعته عشان ياخده معاه. حاول اصحاب أستا يوقفوه لكن معرفوش، وأستا اتكلم مع الشيطان تاني وقال له عايز اخد قوة منك، فالشيطان قال له جسدك مش هيستحمل قوة كمان مني لأنك ضعيف. فأستا ما قدرش يعمل حاجة ومشي زينون بيامي ودانتي. وبالليل الطبيب اون راح يعالج أستا واصحابه، ولما شاف جسد جوشي بعد علاج جريل
ليه قال لجراي انت عندك سحر تاني غير سحر التحول ولازم تستخدميه. وبعد ما الكل مشي صحي استا وكان عايز يروح مملكة سبيد، بس جه ساحر من وراه وقفه وقال له ما ينفعش تروح، لو رحت لوحدك هتتهزم بسهولة. فاستا هجم على الساحر لكن الساحر ده وقعه بأيادي وكشف وجهه وقال لاستا انا اسمي نهتو، انا بقى يامي قائد الثيران السوداء ومحدش منكم يعرفني لاني كنت جاسوس في مملكة سبيد. وعلى فكرة انا مستضيف شيطان زيك وشيطاني اسمه جوموديولو، وهعلمك ازاي تكسب قوة شيطانك زي ما انا معايا قوة شيطاني. روح نام دلوقتي لان بكرة في اجتماع قادة ولازم نحضره. وبالفعل تاني يوم اتعمل الاجتماع والقادة ما كانوش عارفين هيرجعوا يامي وويليام ازاي، لحد ما جه نهتو معاه استا وقال لهم المعلومات اللي عندي بتقول ان شجرة كيلفوت اللي بتربط عالم البشر بعالم الشياطين عبارة عن 7 مستويات، كل مستوى فيه شياطين اقوى من التاني، وثالوث الظلام هيستخدموا يامي وويليام في تحضير شجرة كيلفوت، وده هيحصل في خلال 3 ايام، فاحنا هنهجم عليهم قبل ما يعملوا كده. استا هيبقى محور خطتنا وهختار منكم مجموعة يجوا معانا. فيونو قال انا لازم اروح معاك وانا امير مملكة سبيد. فكلهم اتفاجئوا وبدأ يونو يحكي لهم كل حاجة عرفها من رالف. فنهتو قال له انت هتيجي معانا، اهم حاجة دلوقتي السحرة بتوعنا اللي في مملكة هارتي يكونوا بخير. فيوليوس قال هم بخير، احنا اطمنا عليهم. وفعلا نويل والسحرة اللي معاها في هارتي كانوا كويسين، وده بعد ما باتوري ورايا وفيتو فانا انقذوهم. وباتوري قال لهم احنا عايشين هنا في القرية دي اللي اسمها إليسيا، القرية موجودة في مملكة هارت، وعرفنا انكم محتاجين مساعدتنا من خلال حاكم القرية فروحنا انقذناكم. وباتوري كمان عرفهم على ابناء ليشت وتيتيا وقال لهم ساعة حادثة موت الالف ليشت مات لكن تيتيا ما ماتتش، وكانت حامل في الاتنين دول فهم عايشين معانا دلوقتي. فنويل قالت له احنا عايزين نتدرب معاكم ونبقى اقوى، فباتوري وافق. في نفس الوقت ده في مملكة كلوفر نهتو راح للثيران السوداء وقال لهم انتوا كلكم عديم النفع وضعفاء، حاولوا تتدربوا خلال اليومين الجايين يمكن تزدادوا قوة قبل ما نهجم على سبيد. هو مشي نهتو بعد كده عشان يروح يدرب استا، وكان بيتحرك بسحره المكاني اللي بيسمح له انه يدخل في ظل ويخرج من اي ظل هو عايزه. خد استا البيت مهجور ونزله المكان غريب وقال له احنا دلوقتي هنعمل طقس محظور، الطقس ده هيخليك ترتبط بشيطانك وتاخد قوته كاملة. الشيطان هيتجسد قدامك ولازم تهزمه في قتال عشان تسيطر عليه، يا اما هو هيهزمك وياخد جسدك. وبالفعل نهتو استدعى الشيطان، ولما اتجسد دراع استا اليمين ما بقاش موجود، هو بقى مع الشيطان بعد اخر اتفاق بينهم، وبدأ الشيطان يهجم على استا. فاستا قعد يتفاداه واتكلم معاه وقال له انا بشكرك على قوتك اللي اديتها لي، على فكرة انت مش شرير. فقعد الشيطان يفتكر ماضيه لما كان صغير وما بيملكش سحر وعايش في عالم الشياطين، كل الشياطين اللي عايشين معاه كانوا بيحتقروه لانه ضعيف، لحد ما في يوم شيطان منهم مسكه وحدفه على بوابات عالم البشر، ولان ما عندوش سحر عدى من خلال البوابات لان البوابات بتمنع عبور الشياطين اللي بيملكوا سحر بس. دخل الشيطان عالم البشر وبدأ البشر يلحقوه لانهم خايفين منه، لحد ما لقيته واحدة اسمها ليتشتا خدته وعالجته وقالت له انا قبل ما الاقيك لقيت كتاب خماسية معرفش بتاع مين، انت هتعيش معايا هنا، انا مش خايفة منك، انا عايشة هنا لوحدي بعيد عن كل البشر لان جسدي بيسحب المعنى وطاقة الحياة من اي حد بيملك سحر، فبعدت عن كل البشر عشان ما اذيش حد، انا هسميك ليبي. هو بالفعل ليبي عاش معاها وما كانش يعرف ان ليتشتا تبقى ام استا. ليتشتا ولدت استا قبل ما تقابل ليبي، اول ما ولدته ودته عند كنيسة قرية هاجي لانها كانت خايفة لو عاش معاها جسدها يسحب منه المعنى بتاعته وطاقة حياته. وفضلت ليتشتا عايشة مع ليبي واعتبرته ابنها، لحد ما في يوم الشيطان لوسيفر جه عندهم وكان عايز ياخد ليبي، فليتشتا اعترضته ولوسيفر اصابها ومشي. هو قبل ما ليتشتا تموت ختمت ليبي في كتاب الخماسية عشان تحميه، هو ماتت هي وفضل ليبي مختوم، ولما كبر حصل على الطاقة المضادة للسحر وبقى عايز ينتقم من الشياطين، لحد ما كتاب الخماسية ده راح لأستا، وليبي بقى عايز يسيطر على جسد أستا عشان ينتقم من الشياطين. ورجع ليبي بعد كده للحاضر وهجم على أستا بالسيوف، فأستا خد سيف يامي من كتاب الخماسية وصد هجمات ليبي، قعد يتفادى السيوف كتير وجري وبعدها لحد ما وصل عند ليبي وبهجمة وقعه، وقال له أنا كده كسبت وعايز نبقى أصدقاء وتديني قوتك كاملة برضاك. فليبي قام وعرف إن أستا ابن ليتشتا وقال له أنا موافق إننا نبقى أصدقاء، وسلموا على بعض واكتمل طقس الترابط بينهم، وأستا كان متحمس جدا عشان ينقذ يامي، هو كل أصحابه في الوقت ده كانوا بدأوا تدريباتهم زيه. هو بكده يبقى خلص أنمي بلاك كلوفر.
أنمي بلاك كلوفر إنتاج سنة 2017، والأنمي ترتيبه 138 في قائمة أفضل الأنميات في التاريخ. ولو حابب تتواصل معنا فإحنا عملنا بيدج جديدة على الفيسبوك، هتلاقي اللينك بتاعها تحت في وصف الفيديو، اعمل لها فولو لو عايز يوصلك كل جديد عن القناة. في النهاية لو الحلقة عجبتك ما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك للحلقة.